بص الحلقة دي برعاية أنا عندي ستارت اب. يا ساتر. اول لما بيشوفوني بيقولوا لي ها هتساعدنا نعمل اول مليون امتى؟ لو انا عملته هقول لكم. لما انا اعمل اول مليون ساعتها انا هاجي اقول لكم هتعملوه ازاي. يعني احنا بالليل بيجي لنا بعد الساعة 12 أسئلة، أنا مش هكمل، أنا مش كفاية، انا عايزه شيفت كارير، أنا عايزه شيفت كارير، أنا عايزه أرجع موظف. هو اللي انا بعمله ده اساسا اون ذا لونج تيرم هينفع ولا لا؟ انا نفسي بسال نفسي الاسئله دي كل يوم. ايه هي صفات الفاوندر؟ الفاوندرز اوبسيسيف، لما بيمسكوا فكره معينه هم ما بيكونوش عايزين يسيبوها. ان انت يكون عندك النظره دي بتميزك عن اللي حواليك شويه. وتاني حاجه حته الديسايسيفنس، ان انت واخد قرار، ان انت محدد، ان انت مش حاجه بتجيبك يمين مش حاجه تجيبك شمال. وعشان كده الفاوندرز اللي بيكون عندهم فعلا فيجن وعندهم رؤيه واضحه محددين في اللي هم عايزين يوصلوا له، هم اللي بيعرفوا يوصلوا اسرع. هلو، ازيك يا سيف؟ عامله ايه يا رنا؟ عامل ايه؟ كله حلو. بص الحلقة دي برعاية أنا عندي ستارت اب. يا ساتر. اوكي. عارف الدخله اللي هي بتاعت هاي ازيك، ايه الاخبار، عامل ايه؟ انا معايا ملايين كتير، انا جاي اغير العالم. ممكن بقى تقول لنا ازاي نعمل ملايين؟ اقول لك بجد على هزاره. في انا لما بروح اتمرن بيبقى اصحابي اول لما بيشوفوني بيقولوا لي ها انت هتساعدنا تعمل هتساعدنا نعمل اول مليون امتى؟ ماشي. انا لو انا عملته هقول لكم. لما انا اعمل اول مليون ساعتها انا هاجي اقول لكم هتعملوه ازاي. يعني فدي بتبقى اول هزاره دايما في حياه الانتربرنور شيب سين. يعني حلو قوي. انا عايزه بقى اسالك سؤال الاول. محتاج ان انت تعرف نفسك اكيد، وتعرف انت دورك ايه في الستارت اب ايكو سيستم. اوكي. علشان هدف البودكاست ده ان احنا اسمه جود انف. جود انف يعني ايه؟ احنا بالليل بيجي لنا بعد الساعه 12 اسئله. خلاص انا مش هكمل، انا مش كفايه، انا عايزه شيفت كارير، انا عايزه شيفت كارير، انا عايزه ارجع موظف. هو اللي انا بعمله ده اساسا اون ذا لونج تيرم هينفع ولا لا؟ شكل السوق عامل ازاي؟ يعني اكيد انا نفسي بسال نفسي الاسئله دي كل يوم. بالظبط. الرياليتي غير اللي بيحصل على الريلز او على السوشيال ميديا. فاحنا مش هنيجي نغير الواقع، يعني ده مش بروميس احنا بنديه، بس على الاقل يبقى في 25% كده انه انت تمام، يعني انت ممكن تبقى تمام. ليه انا انت موجود معانا النهارده كجست؟ عشان انت كنت واحد من المنتورز اللي لما كنا بنطلع الويب سايت بصراحه وسالناك على بعض الاسئله كده الهوجاء، اللي هو يلا نعمل كورسات كتيره، يلا نعمل حاجات، افكار كتيره جدا. فانت موجود النهارده عشان تساعد ستارت ابس تانية زينا ان هم يقدروا يشوفوا يسكيلوا، او ان هم يعرفوا ان هم ماشيين على الطريق الصح ولا لا. فالاول عرفنا بنفسك وازاي، ايه دورك مع الستارت ابس. اوكي طيب. يعني انا سيف. بقالي في سوق الانتربرنور شيب عامه او رياده الاعمال، شركات الناشئه في مجال التكنولوجيا بقالي 4 سنين. انا حاليا الاكسلريشن مانجر اوف اي يو سي فينتشر لاب. وفي لاب اللي مش عارفها هي مسرعه اعمال الجامعه الامريكيه. بدانا في 2013 ومن ساعتها واحنا بنساعد الفاوندرز عامه ان هم يعرفوا يايديت يلونش ويسكيل البيزنسز بتاعتهم في السوق المصري. يعني انا نفسي رحلتي كانت اول لما رحت في لاب كنت اشتغلت سوشيال ميديا واشتغلت في حته الديجيتال شويه. بس طول عمري انا بالنسبه لي انا بحب اعمل حاجه بايدي قوي وبحب ابني حاجات. فحسيت ان انا عايز ابقى في المطبخ. انا عايز اروح اشوف الناس دي بتعمل ايه، اشوفهم بيفكروا ازاي، عايز اشوف هو اصلا حته ان انت تبني ستارت اب دي في مصر، هل دي حاجه سستينبل؟ هل كل التعب والمجهود اللي انت هتحطه في حاجه زي دي هل هو فعلا في الاخر هيجيب لك ROI، ولا احنا بس مجرد بنعمل شو كده وفي الاخر مش بنوصل لحاجه؟ ففعلا دخلت في لاب في 21 لحد لما ربنا كرمني وبقيت بمانج الاكسلريتور نفسه. ومن ساعتها بقى يعني اقدر اقول لك كمية قصص على ناس بدأت وناس تانية قفلت وناس اكشلي رحلة انها بنت بيزنس علمتها حاجات كتيرة جدا تانية في الحياة، مش بس حتة انها عملت فلوس وخلاص. يعني كانت رحلة وستيل طبعا يعني رحلة جميلة يعني. طيب انا هسألك سؤال عشان انا مريت بكذا مرحلة من مراحل الستارت ابس. مرحلة انا كنت بشتغل في ستارت اب، فكنت بشوف الستارت اب فاوندرز كلهم موجودين في الجريك كامبس
وكلهم عندهم لازم يكون عندك ستارت اب في الجرين عشان تبقى يعني واخد الفاليديشن من المجتمع اللي حوالينا. لازم يكون معاك لابتوب الماك ولازم يكون في بالظبط. بين باج بالظبط. ايوه وكنت دايما بسمع نصايح عكس بعض. ناس تقول لك لما تيجي تعمل ستارت اب ابدأ صغير واعمل MVP او اعمل فكرة مبدئية شوف ناس تانية تقول لك لا اعمل كذا فكرة وشوف مين فيهم اللي هيقدر ان هو ينجح وفيل فاست. ده كان دايما بتتقال لي فيل فاست الجريك كامبس ده اللي هو فيل فاست. كل اللي انا خدت منهم النصيحه بتاعت فيل فاست دي انا بصراحه ما سمعتش الكلام ده. هو صح بس هو بعد فيل فاست في فيل سيف برضه. يعني فيل فاست ان انت لازم توصل، لو انت بتدور في حاجه فلازم توصل للحته السد بسرعه، وده جزء اكشلي من الفاليديشن بتاع اي شركه بتبدا لحد لما توصل لحته فيل سيف اللي هو انت وصلت ان الحاجه دي مش شغاله بس في البروسيس انت ما خسرتش كتير. اوكي. او عشان كده هي حته فيل فاست اند فيل سيف، ان انت ما تفضلش تعافر في حاجه هي مش شغاله، عافر لحد لما توصل ان الحاجه دي فعلا مش شغاله بس ما تكملش، عشان تعرف ساعتها تبيفت، تعرف ساعتها تغير البيزنس موديل يعني من في السوق اللي احنا بنتكلم فيه. هي دي كانت الافكار، انه المحتوى برضو عن الستارت ابس ما كانش زي دلوقتي طبعا. يعني دلوقتي انا دايما بقول حتى للتيم بقول له انه احنا زمان لما بدينا ذا كوبي رايتر كانت الفكره انه احنا مركزين على الفريلانسرز، على الايجنسي سايد، على الناس اللي ما بين دول. دلوقتي بقى في فئه تانية خالص، انت عندك دكاتره، عندك اكسبرتس، عندك منتورز، عندك كل الناس دي عايزه تعمل محتوى. فاللي هو طيب هو ليه المحتوى بقى كده؟ يعني ليه بقى الناس عايزه عندها شغف قوي بالمحتوى؟ ولما تيجي تشوف المحتوى تلاقي انه كلام بيزكس. يعني انا كل اللي انا بشوفه حاجات يعني مش هتساعدني ان انا ابيلد فعلا الستارت اب بتاعتي. فالمحتوى الكتير ده بيخلي الانسان يتشتت. طبعا. طب انا ابقى موظف ولا افتح الشركه بتاعتي؟ فخلينا كده اسالك، هل ايه هي صفات الفاوندر وهي صفات الموظف؟ وهل ان انا اكون موظف ده حاجه عيب يعني في حقي ولا لا؟ طيب يعني خلينا الاول كده قبل حتى ما اخش في الموضوع ده، وانا حاسس انه في سؤال، السؤال ده كلنا المفروض بنساله لنفسنا في اي خطوه مهمه في حياتنا علشان نحدد هو ده بالنسبه لنا نجاح ولا لا. هو النجاح سبجكتيف قوي، نسبي. انت ساعات ممكن تكوني شايفه ان النجاح ده بيمثل حاجات معينه في حياتك، وانا شايف ان النجاح ده بيمثل حاجات تانية في حياتي، على حسب كل واحد فينا كان في environment عامله ازاي، اتشكل بالناس اللي حواليه، شاف الثقافه نفسها، كان عايش في حته مختلفه. فهي حته ان انا اكون ناجح دي حاجه بتكون ليها علاقه بعوامل كتيره انا باصص عليها وفاكر ان ده معنى النجاح الحقيقي، وبفضل استرايف وبفضل احاول لحد لما اوصل حاجه دي، وبعد كده لما بوصل لها بكتشف انه ما كانتش مستاهله قوي كل التعب ده. فالكونسبت نفسه بتاع ان انا انجح ده سبجكتيف قوي، ودي حاجه من الحاجات اللي فعلا بسالها لاي حد جاي لي وبيقول لي انا عندي فكره مشروع او انا اوريدي شغال في مشروع وعايزك تساعدني فيه. فبس بساله طب انت بس تعالى نخش نتكلم في الحته دي شويه. ودي فعلا حاجه من الحاجات اللي حتى اللي قرا الكتاب بتاع إريك ريس ده، واحده من اللي كتب ذا لين ستارت اب ميثود، ودي واحده من الكتب اللي هي المهمه جدا في حياه كل فاوندر. هو كان بيتكلم فيها على حته انه السكسس ورابطها كمان بالفيجن. لو انت عندك فيجن، لو انت عندك رؤيه، الرؤيه دي واضحه وانت شايف ان انت عايز توصل تعمل امباكت وحاجه كبيره قوي، فدي حاجه لازم تكون انت يو ار جراوندد بيها، وحاجه انت بتكون محدد بيها قوي قبل ما تبدا الرحله بتاعتك. اوكي، حتى لو الهدف ده على فكره باي ذا واي، يعني لو حد عايز يبني حاجه تبقى بروفيتبل ويعمل منها فلوس كويسه، ده هدف على فكره. ده ومش عيب خالص، وهدف واقعي، وهدف بنمشي له طريق علشان نبقى financially safe وباكت، وانا بحب الحاجه اللي انا بعملها وعايزها تجيب فلوس. فزي ما انا بقول كده، او ده السؤال دايما بحس الناس لازم تسال نفسها فيه، حدد بالنسبه لك يعني ايه نجاح، علشان النجاح ممكن ما يكونش اللي انت شايفه في كل الناس اللي حواليك، عشان كل واحد بقصه مختلفه، كل واحد بالريذم مختلف، عنده ريسورسز مختلفه. الريسورسز اللي عندي مختلفه جدا عن الريسورسز اللي عندك، النتورك اللي عندي غير النتورك اللي عندك. فالفكره كلها في انت واقف فين وايه اللي في ايدك دلوقتي، ومن الاخر كده يعني ايه هي الحاجات اللي في ايدك دلوقتي اللي انت تقدر تستخدمها. عشان دايما، وطبعا في الجنريشن بتاعنا يعني حته السرعه وحته ان احنا كلنا بنسابق بعض علشان نوصل لحاجه احنا اصلا مش عارفين هي ايه،
فهي بس محتاج كلنا كده ناخد نفس ونهدى كده ونسال نفسنا بس السؤال بتاع هو بالنسبه لي يعني ايه ابقى ناجح، وبناء على ده عايز اروح فين باللي في ايدي دلوقتي. اوكي بس حلو. ارجع بقى للسؤال تاني. ايه السؤال تاني؟ امتى اقول عشان ما جاوبتش عليه انا عارف. آه. ده كده مجرد بس انترو. عشان انا عايزه اسال سؤال. أوكي. لانه في فتره أوكي. احنا يعني في كتاب برضو اسمه ذا ترايب او الترايب، انه احنا كلنا بنمشي ورا حاجه معينه. احنا مثلا عايزين نعمل ريلز، كلنا نعمل ريلز، نعمل ستارت ابس نعمل ستارت ابس. فهل عيب ان الشخص يبقى موظف؟ لا مش عيب ان الشخص يبقى موظف خالص، بالعكس اهم حاجه ان هو يكون ساتيسفايد بالمكان اللي هو فيه. لو هو مش ساتيسفايد ان هو كونه موظف، فهي دي بتبقى نابعه من انه انا محطوط عليا ليبل انه الوظيفه دي المفروض حاجه كل الناس بتعملها. لا، هو في ناس بتتحط في وظائف بتعمل امباكت على الناس اللي حواليها وعلى الكوميونتي بشكل كبير جدا. يعني انا هو بشتغل في ستارت اب اكسلريتور ويعتبر انا موظف عادي. يعني انا عندي مكتب وعندي ديسك وعندي اوقات عمل عادي، وبشوف اللي بعمله بيأثر في حياه ناس كتيره جدا وبيساعد ناس كتيره جدا، والمسمى بتاعي وظيفي عادي، فما اسميش فاوندر يعني. وبالعكس بشتغل في اندستري مختلفه. فهي الحته كلها بس هو انت شايف نفسك فين، ايه الحاجات اللي بتخليك تتك، ايه الحاجات اللي بتخليك عينك بتلمع لما بتعمل الحاجه دي، حتى لو الحاجه دي بسيطه جدا بالنسبه لناس كتير، بس بالنسبه لك ممكن تكون ليها معنى. وعشان كده دايما بحس فعلا هترفلكت في السؤال بتاع انت بالنسبه لك معنى نجاح هو ايه. فخليني ارجع ارد على سؤالك الاول اللي هو طب هو ايه الحاجه من الحاجات اللي في البيرسونا او الكاركتر بتاعت الفاوندر اللي بتميزه عن اي حد تاني. الفاوندرز اوبسيسيف، يعني هم لما بيمسكوا في فكره معينه هم ما بيكونوش عايزين يسيبوها. وبفكره هنا انا مش قصدي فكره منتج، لا انا قصدي الفكره ان انا عايز اغير حاجه، عايز اديسربت ماركت. كلمه ديسربت اللي بتزعل ناس كتير. لا هو ان انت تعمل فكره جديده، بزنس موديل جديد في سوق ما فيهوش القيمه اللي انت بتقدمها، ده اسمه ديسربشن. فاللي انت يكون عندك ده، ان انت يكون عندك النظره دي، صفه بتميزك عن اللي حواليك شويه. ان انت عايز تفضل ورا الحاجه دي لغايه لما تثبت هي موجوده ولا لا، هي هتنفع ولا لا. فهي حته الاوبسيشن. وتاني حاجه حته الديسايسفنس، ان انت واخد قرار، ان انت محدد، ان انت مش حاجه بتجيبك يمين مش حاجه تجيبك شمال، انت محدد في اللي انت عايزه. وعشان كده الفاوندرز اللي بيكون عندهم فعلا فيجن وعندهم رؤيه واضحه ومحددين في اللي هم عايزين يوصلوا له، هم اللي بيعرفوا يوصلوا اسرع. عشان هم اللي ده بنقول دايما كويك اون ذير فيت، اللي هو سريع في اللي هو بيغير. لما بيوصل لحته سد بيخش شمال وبيشوف اللي بعده، صح، وبيشوف اللي بعده واللي بعده واللي بعده. عشان كده الفاليديشن مهم قوي في حياه اي ستارت اب في الحياه، ان انت باقل الريسورسز الممكنه اللي عندك انت عايز تشوف هي الحاجه دي هتشتغل ولا مش تشتغل، من غير ما احط حياتي كلها انه الحاجه دي لازم تشتغل ولازم تشتغل دلوقتي حالا. لا انا بجرب. بس انا في نفس الوقت انا ديسايسيف، وفي نفس الوقت انا هوصل اللي انا افهم اللعبه دي بتتلعب ازاي، بس لحد لما اعرف هي هتمشي ولا مش تمشي. اوكي حلو قوي. يعني يمكن هي دي اكتر حاجه يعني بتعكسها علينا احنا الناس اللي انا شفتهم في حياتي، هي فكره ان انا ايه ده، زي الجيم بتاعت زمان اللي هو انت بتلاقي حيطه سد فتشوف طريقه تانية، حيطه سد تلاقي طريقه تانية. دي اكتر حاجه فعلا بتميز الستارت اب اونر. لانه اوقات كتيره انا ببقى اللي هو انا جربت الشغل طبعا في كوربريتس كتيره، فاشتغلت عادي، بس دايما كنت بحس انه في حاجه ناقصه في حاجه ناقصاني هنا، انا مش عارفه انا لازم اعملها، انا اللي هعدلها. وممكن اقول لك على حاجه برضو، انه ساعات كتير الحاجه الناقصه دي بتكون ممكن تيجي من عندي انا جوه شغلي، ممكن تكون انيشيتيف جديده انا اللي ببداها. يعني ممكن بالزبط. تكون ديبارتمنت مختلف انا ممكن انقل ابقى فيه. هو مش لازم علشان الحاجه الناقصه دي اغير حياتي كلها علشان الاقيها خالص. وعشان كده بجد بحس انه لازم نبص على اللي معانا دلوقتي حالا ونقدر نستخدمه اكتر من اللي انا دايما ببص على اللي جاي على اللي جاي على اللي جاي. ما انت لو هتفضلت تبص على اللي جاي حياتك كلها مش هتبقى ساتيسفايد باللي معاك دلوقتي، علشان هتلاقي اللي معاك هو اللي انت محتاجه دلوقتي حالا عشان تروح للنكست ستيب. فلازم تعرف تستخدمه كويس، ولازم تبقى عارف قدراتك والحاجات اللي بتخليك تبقى مبسوط، الحاجات اللي بتخليك تبقى مليان، الحاجات اللي بالنسبه لك ليها هي دي معنى النجاح. طيب انت اكيد انت قلت لي عديت ب7 راوندز اوف ستارت اب، 9 تو بي اكزاكت، يعني 9 سايكلز 9 سايكلز في في لاب يعني. فانت اكيد عدى عليك كميه افكار
يعني لا حصر لها في طبعا يعني. في منها الفinTech وفي منها الEdTech ومنها انواع كتيره يعني، وفي منها العادي يعني. فاول حاجه على البيتش ديك لما بتيجي تبص عليها، يعني انت لما بتيجي تدي نصايح او ان انت تصلح حاجه في البيتش ديك، لانه هي في الاخر زي يعني انا حياتي كلها اصلا بقت كده، اللي هو في جمله واحده انت بتعملي ايه بالظبط. فحتى انا لما باجي اتعرف على حد عادي جدا صحابي، ولا انا رندا معتز فاوندر ايه العود طب ايه دي شويه. فبقى الموضوع اللي هو انت مش بتعمل بس في البيتش ديك اللي انت بتعمله، بس انت بتحاول تختصر وتقول كل حاجه عندك بالارقام وتبقى حافظ قوي وكل حاجه. اول حاجه في البيتش ديك تبص عليها او تعالي نشيل الاول بس المسميات، يعني بيتش ديك، برزنتيشن، ان اليفيتور بيتش، الكلام ده كله تعالي بس نشيله فور سكند وهنرجع لحد تاني. بس تعالي نقول انه اي شركه في الدنيا، اي شركه مش بتكلم على ستارت اب، بيكون عندها كومباني بروفايل. يعني البرزنتيشن دي لما بتتقري بتوصل الكور فاليو للشركه دي بتقدمها، ماشي. فلما لو خدنا نفس المسمى ده على ستارت اب واللي اتسمى بعد كده بيتش ديك، علشان انت you are pitching a solution, a new solution, you're pitching a new value، فانت بتقدم مقترح جديد لحاجه لسه هنكتشف هي هتشتغل ولا لا، ماشي. بس ايه اهم حاجه في البيتش ديك دي لو حد واقف اون ستيج، وحتى لو مش واقف اون ستيج وبيبعتها لحد، ان انت في اول 3 سلايدز، ماشي، اللي هي بتترجم في اول دقيقه وانت واقف بتتكلم، يعني انت المفروض تكون بتقولي انت بتعمل ايه. يعني لازم اكون عارف انت بتبني ايه، والحاجه دي بتحل مشكله ولا ما بتحلش مشكله. بس دي بقى يعني، والفاوندرز بتوعي كتير قوي بيتخانقوا معايا فيها، كل واحد بطريقته، هي ملهاش يعني. هو في بيلدينج بلوكس لاي بيتش ديك، اللي هو انا عايز ابدا بالماركت اوبورتيونيتي، بعد الماركت اوبورتيونيتي اقول للناس جوه الاوبورتيونيتي ايه المشاكل اللي موجوده، وبعد كده نط على السولوشن على طول واتكلم ايه هو الحل، طب ايه هو البرودكت اللي انا هعمله، وبعد كده في ارقامي والبيزنس موديل والتراكشن والكومبيتيشن، الكلام الجميل ده كله اللي اكيد الناس بس لو عملت سيرش على جوجل ولا اي جنريتيف موديل موجود هينزل لهم البيلدينج بلوكس كلها كامله. بس الفكره مش في كده، هي الفكره انه غير ان انت بتهامر على كل الحاجات اللي انا لازم اكون عارفها في البيزنس بتاعك، المفروض القصه تكون بتميك سنس من الاول للاخر. يعني انت لو ابتديت اول سلايد بتحكي لي فيها ان حجم الاوبورتيونيتي كبيره قوي، وصلت للسولوشن حليت ان السولوشن ده مش كفايه عشان حل المشكله، القصه باظت. ولو انت عرفت تعدي المرحله دي وقلت لي السولوشن بيغطي البروبلم فعلا وانا اشتريت منك، بس بعديها على طول انت ما شرحتليش هو انت هتبني الحاجه دي ازاي او انت هتنزل السوق ازاي، القصه باظت. فهي الفكره كلها بس ان القصه بتبقى كوهيرنت من الاول للاخر. انت بادي بمشكله في السوق كبيره، وعدينا على السولوشن اللي بيحل المشكله دي، وقدرت تثبت لي ان انت عندك الكابابيلتي انك تبني الحاجه دي وتنزلها السوق. فانا خلاص انا شفت البيتش ديك من غير ما اقعد معاك، بس انا بقيت عايز اقعد معاك عشان عايز اسمع اكتر. وعشان كده اتسمت بقى ان اليفيتور بيتش، عشان انت المفروض بتهامر على كل الحاجات المهمه في اقل من دقيقه، علشان اللي قدامك يشتري منك ويقول لك تمام انا عايز اسمع منك اكتر. فهي قصه، والقصه دي بتختلف من اي فاوندر للتاني على حسب الاندستري، على حسب الستيج. في ناس بيكون زي ايربي ان بي، يعني ايربي ان بي لما طلعت اول مره عملوا بيتش ديك بتاعتهم مشهوره قوي، كانوا مجرد فكره ما عملوش حاجه. طب ازاي شركه وهي لسه فكره هتقول المقترح ان دي هتبقى حاجه ناجحه؟ اتس اول اباوت بقى الناريتيف، اتس اول اباوت اني بيلدينج بلوكس بتيجي قبل ايه. انت شرحت الاوبورتيونيتي كويس قوي، وفي حته السولوشن انت قدرت تديني كي فيتشرز، قدرت تديني حاجات مهمه قوي تكنيكلي، قدرت انا استوعب انه لا الحاجات دي فعلا الكاستمر عايزها، وشرحت السيجمنتيشن بتاعك، وشرحت انت ازاي هتعرف تمونيتايز. فكل واحد على حسب الستيج يختار ايه هي الحاجات المهمه اللي محتاج يشوكس في القصه بتاعته. حلو قوي. احنا كنا بنتكلم عن البيتش ديك والستوري، وطبعا انت بنتكلم على الباور اوف ستوري تيلينج دلوقتي بقى اكتر حاجه يعني موجوده. هل بتشوف ان الانفسترز عامه بيفرق معاهم الستوري ولا الفكره ولا التيم بتاع الستارت اب؟ لان انا مريت بكل دول. في ناس قالوا لي شابوه للستوري واللمعه اللي في عينيكي فعلا، اللي حسستينا فعلا ان الموضوع جديد ومختلف. وحد تاني قال لي لا والله ارقامك هي اللي انا ركزت معاها فيها. وحد تالت قال لي لا والله انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه. جميل. حلو قوي. يعني الموضوع ده مهم قوي، انه انا بحس انه دايما الفاوندرز لازم يفهموا ان هو في different settings انا المفروض اطلع فيها معلومات معينه عن اي شركه انا ببنيها. بمعنى ايه؟ لو انا بتكلم مع
برنسبل في اي في سي في الدنيا فينتشر كابيتال. وفينتشر كابيتال هو المفروض الانفستمنت بتاع المخاطره، الناس اللي بتحط فلوسها في شركات اللي هي بيزد اون تكنولوجي ولسه ممكن تكون على حسب المرحله اللي هي فيها يعني، بس مين اللي بتكون مرحله هم خلاص معاهم برودكت والبرودكت ده لسه ما نزلش السوق. ف فالفي سي بيكون في كذا لاير، في كذا حد بيشتغل فيه، في البرنسبل، في اسوسييت، وفي جنرال بارتنر. فانا بحس انه دايما كل واحد في اللاير او التسلسل ده بيكون هو نفسه بيبص على حاجات معينه. في طبعا حاجات كور المنظمه كلها بتبص عليها، وهي حته انه البيزنس ده هيكون بروفيتبل ولا لا، وده يعني اي بي سي، ان الحاجه دي هتطلع فلوس، ولو طلعت فلوس هتفضل سستينبل. وبعد كده نبتدي نبص بقى على السستينابيلتي اسبكت، ازن هو التيم ده هيعرف ان هو ساعات كتير الفكره بتكون تحفه، البيزنس موديل حلو جدا، هم شايفين ان التنفيذ والاستراتيجي بتاعت التنفيذ موجوده، ولكن التيم مشكوك في امره شويه ان هو مش هيعرف يكمل علشان مثلا الفاوندرز السكيلز بتاعتهم مش بتكومبلمنت ايتش اذر. ماشي. فاللي انا ارجع تاني اللي انا كنت بقوله، انه على حسب الاسوسييت او البرنسبل او الجي بي، كل واحد فيهم بيكون بيركز وبيبص على حاجه معينه. يعني الاسوسييت مثلا بيبص على حته الارقام، ويبص على حته الفاليديشن، الناس دي عرفت انها تبني حاجه وتنزل بيها السوق، طب الكاستمر بيرسبوند ازاي. البرنسبل ممكن يكون عنده نظره مور استراتيجيك، يعني هيقارن ما بين البيزنس بتاعك ومن كل الشركات اللي هو شافها قبل كده، هو شايف الرحله بتاعتك شبه رحله تانية ولا لا. وعلشان كده دايما في ناس كتيره قوي بتستيك للفالويشن بتاعت المالتيبلز، اللي انا عايز اشوف الشركه دي ممكن توصل لكام اكس ان كومباريزن بالشركه التانية اللي لها لسه خارجه من السوق مثلا. فتاني على حسب السيتنج، لو انت في ايفنت زي مثلا السامت بتاع في لاب او تكني وبتتكلم انفستر على الواقف، هتركز على ايه علشان تعرف تقعد معاه قعده تانية. فلازم تكون استراتيجيكلي مركز قوي الانفستر اللي قدامك هو الليفل بتاعه ايه. وتاني حاجه، هو لما بيحب يحط في شركات بينجذب لايه عامه. اوكي، يعني البورتفوليو بتاع الشركات اللي هو بيبص عليها، هو نفسه مين اللي في النتورك بتاعته، بيتكلم مع فاوندر شكلهم عامل ازاي. وليتس فيس ات انه في مصر الريفيرلز مهمه جدا. يعني لو انت جاي لي عن طريق فاوندر تاني انا باثق فيه وقعدت معاه قبل كده، يبقى هعرف اسمعك شويه، عشان ما بيني وما بين الراجل ده كريدت، فانا هبقى قادر ان انا اقعد معاك وادي لك من وقتي. فانت لازم تكون بارت اوف نتورك، بتحضر السامتس، بتحضر الايفنتس، بتحضر الديمو دايز. دي حاجه مهمه جدا علشان الناس تبقى شايفاك على طول، عارفه ان انت جزء من المجتمع ده، علاقاتك كويسه بالناس. فتراك ريكورد بتاعك، حتى لو انت بنيت حاجه قبل كده والحاجه دي ما اشتغلتش، بتكون حاجه مهمه قوي انك بتوري فعلا الريزيلينس بتاعك، الكلمه اللي الناس كتير بتبص عليها، اللي انت بتحاول تاني وعايز تبني الحاجه دي مهما كلفك الامر. فكل ده بيتحط في الحسبان. حلو قوي. طيب لسه كنت بتكلم قبل ما نصور ان احنا بالليل بيجيلنا افكار خطيره. انا لو جات لي الفكره دي هفتح فكره مطعم، هفتح فكره هفتح فكره بيتزا. يعني لو في مثلا بيتزا وذ تويست، اعمل موبايل اب بيوصل لي سلايسايه بيتزا واحده بس كده في نص وانا قاعد في الشغل مثلا، بالظبط، وباسمي مثلا، بيرسوناليزيشن باسم سيف، فاهم؟ هنحط حاجات كده. اوكي. ودايما احنا بنروح للافكار، وكنا بنتكلم عن الافكار versus execution، انه فكره حلوه بس تنفيذها صعب، او تنفيذها في ماركت تاني او في بلد تانية، او idea versus execution. انت بتشوف ازاي؟ الايديا بتبقى حاجه والاكسكيوشن بيبقى حاجه تانية خالص، وبتوصل لو انت ماشي على النهج اللي هو انا باكسبيرمنت، واللي انا عايز اشوف المشكله دي هي فعلا موجوده ولا لا. فلو انت بادي في فكره هتكتشف في الاخر ان انت وصلت لفكره تانية خالص. وده شفناه في حاجات كتير جدا. شفناه في شركات زي اوبر لما بدأت، هي ما بدأتش بالموديل اللي احنا شايفينه دلوقتي، بدأت بموديل تاني خالص، وفضلت تغير وتإتريت لحد لما وصلت للمنتج اللي الناس عارفة تستخدمه وعايزة تستخدمه. فإن أنا أبدأ بفكرة ما فيهاش مشكلة، بس هي الفكرة اللي أنا لازم أبقى عارف القيمة اللي ورا الفكرة، لازم أبقى دارس القيمة، لازم أبقى عارف القيمة دي أو الفاليو اللي العميل بتاعي هيشتريها بتحل مشكلة ولا لأ. وغير كده بتقدم له حاجة مختلفة في حياته، هل بتشيل من عليه أي مجهود هو المفروض كان بيعمله بإيده، وأنا بالتالي أنا اللي هعمله له بشكل أوتوميتد أو بشكل ذكي بشكل سريع. فدي القيمة اللي أنا بقدمها، والقيمة بتيجي في أشكال مختلفة جدا. يعني أشجع الناس اللي بتتفرج على البودكاست إنها تبص على بيراميد اسمه مازلوز بيراميد أوف نيدز، وده
بيحط الانسان في كاتيجوري معينه، ان هو بيبص على النيدز بتاعته على حسب البرايورتي. ان احنا كلنا النيدز الاساسيه بتاعتنا كهيومن بينجز هي الاكل، الشرب، النوم، البيزك نيدز اوف لايف. الحاجات دي كلها بتبقى القيمه فيها قويه قوي. كل ما بنكبر شويه في الهرم ده، كل ما النيدز بتبقى، مش عايز اقول بتفقد اهميتها، بس البرايورتيز بتبقى مختلفه. زي مثلا لما بمسك موبايل ببراند معينه علشان ابان ان انا في كوميونتي، او ابين ان انا حاجه بتحسسني شويه او بتديني قيمه مضافه. فالحاجات دي كلها لما بتنزل تتكلم على العميل، لما انت بتفكر في البابل بتاعتك وبتفنن وبتحط هايبوثيسيز وبتحط تكهنات، بس هي الفكره كلها لما تطلع من البابل دي وتمسك اللي في ايدك وتنزل تتكلم مع العميل، تشوف هو فعلا العميل ده لما بيعيش يومه، بيعيش يومه حوالين السوق بتاعك ازاي، بيعمل ايه، ما بيعملش ايه، بيروح لمين، لما بيفكر يحل الحاجة دي بيعمل ايه. فكل الحاجات دي في الاخر بتترجم لانسايتس، ودي حاجة من اهم الحاجات اللي اي مؤسس لازم يكون عارفها، انه يحول المعلومات او يحول الداتا لانفورميشن لانسايتس في الاخر، حاجة يقدر يستخدمها ان هو يبني حاجة. بس لازم يتكلم مع العميل، ولازم يتكلم مع كل الاطراف المعنيه، ستيك هولدرز في اي بزنس، عشان يعرف الحاجه دي هل هي فعلا ليها قيمه ولا لا. اوكي، حلو قوي. طيب، معظم كده الانكيوبيشنز والاكسلريتورز وكده في كلمه كده سحريه بيرفضوا بيها اي ستارت اب، مش سكيلبل انف. مش سكيلبل انف دي كلمه سحريه يعني هم فاهمينها بس. فانا عايزه اعرف هدافع عنهم. ماشي، يعني هدافع ماشي، انا عايزاك ادافع عنهم، اديني بوينت فيو مختلفه غير اللي انا بشوفها. هدافع عنهم شويه. ماشي. وهو بقى في تكنولوجيكال ادفانسمنتس كبيره قوي في السوق، صح؟ خلينا نكون متفقين على ده. يعني كلمه artificial intelligence ما هياش دلوقتي مثلا هينه انها بتشرح لي انه بقى في بروسيسز كتيره قوي بقت اوتوميتد، وقبلها كان في ادفانسمنتس كتيره جدا. فهو وجود التكنولوجيا في حياتنا سهل قوي ان اي منتج انا جاي ببيعه، المنتج ده بيوصل بسرعه قوي للعميل، واقدر كمان ان انا اكواير العميل ده او استحوذ عليه باقل ثمن ممكن. ومن هنا الكلمه دي مهمه، انه اللي انت بتستحوذ على اكبر عدد من العملاء باقل سعر. وعشان كده حته السكيلابيليتي في التكنولوجيا مهمه قوي، عشان مش بس انت بتقدر ان انت تقدم امباكت او بتقدم قيمه، بس في نفس الوقت بتقدر ان انت تجري بسرعه، وبتقدر ان انت تكبر بسرعه باقل ريسورسز ممكنه وباقل تكاليف ممكنه. فعشان كده لو الستارت اب مش سكيلابل هيكون مشكله. عشان معنى انها مش سكيلابل معنى كده ان البيزنس ده، يعني احنا دايما حتى الديفينيشن اوف ا ستارت اب هي in search for a repeatable and scalable and sustainable business model، اللي انت بتدور على حاجه فاليو متجدده بتكبر والناس عايزه تشتريها تاني وتاني وتاني. فكل ده بيجي تحت المسمى اوف ان انت you're a startup, you're not a traditional company. وعشان كده الجزء السكيلابيليتي مهم قوي. بس انا حابب ان انا ازود على سؤالك سؤال تاني، وهو في فرق كبير من سكيلابيليتي والهيلثي جروث. ان انا بعرف اسكيل بعرف اكبر، بس انا بحرق الموارد اللي عندي في حاجات مش هتثبت ان الموديل ده شغال. وعلشان كده غيرنا المسمى ده شويه لحته healthy growth او financial healthy business model. ان انت لما بتيجي تحرق في الموارد اللي عندك، بتحرق وانت مستني a specific return over الانفستمنت، او انت مستني زي ما يكون ماتريكس او كي بي ايز معينه بتعكس ان المكان اللي انت بتحرق فيه فلوس ده هيرجع لك تاني بشكل ما. اوكي. وعشان كده الجروث هاكينج والجروث ماركتنج مهمين قوي للناس اللي بتبقى فاهمه ارقام، وفاهمه انه لما اجي مثلا في بدايه ليتس سي مثلا كوبي رايتر قبل ما كانوا يديبلوي الويب سايت الجديد، قرروا ان احنا هنعمل لاندنج بيج. اللاندنج بيج دي فيها فيديو واحد وكورس واحد، وعايز اقيس او احط رقم معين زي الكونفرجنز بتاعت الكاستمرز او الفيور شيب، كم واحد شاف الفيديو ده، واقيس على اساس ده بقى الرقم ده من خلال الاستراتيجي اللي انا استخدمتها. لو انا على سوشيال ميديا، او لو انا على بستخدم اس اي او بس على جوجل، بستخدم وات ايفر شانل علشان اقدر استحوذ على العملاء، بشوف بقى العملاء جم ولا لا، ولما جم هم اتعاملوا ازاي. فكل ده بيجي ناحيه حته انه طب تعالى لي بقى كده في الاول خالص، هو انت حرقت فين؟ حلو قوي. طيب انا دلوقتي ستارت اب وبسكيل، اوقات كتيره قوي بنلاقي انه الستارت ابس ايكو سيستم اصلا يقول لك لا ده ما فيش انفستمنت، لا ده في انفستمنت، لا ده مش عارف 5 شركات خدوا انفستمنتس، مش معنى انا ما باخدش انفستمنتس ليه. وتلاقيهم دلوقتي كمان معظم الناس بقوا يروحوا للسعوديه والامارات والبلاد اللي حابه ان هي تنفست في الستارت اب مايندز الموجوده في مصر.
في مشكله دايما بيواجهها الستارت اب اونرز او الناس الفاوندرز، وما يلاقوا ارقام كافيه عن الماركت جديد. ده ممكن يتعمل ازاي او ايه اسهل طريقه؟ لانه برضو الويب سايتس اللي هي بتبقى موجوده يعني عامه مش بيبقى فيها الداتا كفايه، خصوصا حتى في مجال زي كريتيف اندستري انت مش هتقدر تحكم. زي ما قلت لك احنا بدانا بالايجنسي لايف والفريلانسرز، والماركت نفسه اتغير بقى اي حد عايز يبقى كونتنت كريتور. فهتقدر انت مش بتكلم الكريتيف، انت بتكلم الكريتيف ايكونومي. يعني حتى ايفن انا كريتيف ايكونومي دي بالنسبه لي كان مصطلح جديد، يعني ايه كريتيف ايكونومي اصلا؟ وما كنتش عايزه حتى احط مصطلحات وخلاص، لا انا عايزه احط انه ارقام بجد. فازاي لو انا عايزه اروح اعمل اكسبانجن او ان انا يعني اروح ماركت جديد، ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها؟ اعمل ريسيرش ازاي على الناس الموجوده في الماركت ده، النيدز بتاعتهم، لان ممكن مثلا سي انت منزل برودكت بسعر معين هنا لانه مناسب لاودينس معينين، هناك لو انت عملت بنفس السعر يقول لك هو انا عمري ما هخش الويب سايت ده لانه سعره رخيص جدا. اوكي. فايه الماتريكس اللي بتحدد على اساسها؟ تعالوا نمسك المدرسه الاكاديميه شويه ونتكلم على ايه هي الحاجات التكتيكال اللي انا المفروض امشي فيها علشان يكون عندي معلومات كافيه. اول حاجه هو في طريقتين ان انا يكون عندي ارقام مظبوطه، بستخدم يا اما توب بوتوم تكنيك او بوتوم اب، ماشي؟ وهنشرح الاثنين. بس قبل ما نشرح الاثنين في برضو عايزين نتكلم عنها. دايما بيكون في برايمري ريسيرش وسكندري ريسيرش، اوكي؟ والبرايمري ريسيرش هو ان انت تخرج بره القوقعه بتاعتك وتتكلم مع الكاستمرز وتلم بس انيشال سنتمنت على ان الحاجه دي فيها بوتنشال ان انا اكمل ادور، ماشي؟ عدد العملاء بيفرق قوي. لو انت اتكلمت مع 50 غير لما لو اتكلمت مع 100 غير لو اتكلمت مع 1000. بس هو دايما رقم 50 بالنسبه لكاتب مشهور قوي اسمه ستيف بلانك هو رقم مهم قوي في البدايه. ان انت لو انت ال 50 شخص دول انت عرفت تجمع اكتر من 90% سيميلاريتي في الترندز اللي طالعه منهم او المعلومات، يبقى كمل في الاتجاه ده. فده البرايمري ريسيرش. السكندري ريسيرش بقى هو حته التام والسام والاس وام، هي حته التوتال ادريسبل ماركت، السيرفيسبل اوبتينبل او السيرفيسبل ادريسبل، وبعد كده السيرفيسبل اوبتينبل. ثلاث ارقام اللي ناس كتير قوي ما بقتش بتحطهم في البيتش تاكس. دي منهم طريقه. الفكره ان الطريقه دي ساعات كتير بس بيكون لو انا ما عنديش ريفرنس او فريم اوف ريفرنس قوي ما بقدرش اصدق فيها قوي. ايه هي الحاجه الثانيه اللي بتكون واقعيه اكتر؟ هي البوتوم اب. البوتوم اب وهي جايه من البرايمري ريسيرش بتاعي اللي انا نزلت اتكلمت مع ناس. فانا عندي رقم العملاء اتكلمت معاهم. الرقم العملاء ده انا اقدر ان انا لو عرفت اجيب السيجمنت نفسه اللي انا اتكلمت معاه. تعالي نقول انه انا اتكلمنا على البيتزا، ودايما انا وانتي بنحب البيتزا دلوقتي. ففي حد عايز يفتح مشروع جديد في البيتزا وعايز يشوف السيجمنت اللي بياكل كل يوم بيتزا، فنزل يتكلم مع العملاء ونزل يتكلم مع صحاب المطاعم، وحسب هو في كام مطعم في الاريا اللي هو اتكلم فيها دي. فلو حسب عدد المطاعم وحسب عدد الناس اللي بتشتري، فيقدر ان هو اللي يكتب الايكويشن بتاعت هو في كام مطعم وفي كام حد بيشتري، فيقدر يطلع ارقام مبدئيه عن شكل السوق من الارض عامل ازاي، عشان هو اللي طلع الرقم ده بنفسه. فممكن ما الاقيش الرقم واضح وصريح من الاول، بس ممكن انا اللي اشتغل واجيبه بايدي. فعشان كده بنقول عليها بوتوم اب، عشان هو نزل السوق وبعد كده فضل يطلع لحد لما وصل مثلا للرقم بتاع استهلاك المصريين في البيتزا كام في الكورتر الاول من السنه. فبقت في ارقام كبيره قوي، بس هو الرقم الكبير ده هو اللي وصل له من تحت. هو ما وصلوش، مش هيروح يدور ان في قد ايه ناس بتستهلك يعني بيتزا. الفكره انه ما يبداش ب 5000 بس يبدا ب50. يبدا ب50، يتكلم مع العملاء وابني بقى من كلامك مع العملاء هل الرقم السيجمنت بتاع العملاء ده موجود قد ايه في مصر. لو انت بتتكلم مثلا في الرينج من 18 ل 25، انت عارف البوبوليشن بتاع مصر. انت ممكن تخش على كابمس وتبقى عارف انه عدد الشريحه دي من الشباب هو قد ايه في مصر، وتبقى عارف قد ايه منهم مثلا السوشيال ليفل بتاعهم بنتكلم بيقبضوا 5000 في الشهر، 10000 في الشهر. فانت ابتديت تجمع بس شويه معلومات مبدئيه عن حجم السوق عامل ازاي. فهي الحاجات مش هتبقى واضحه وصريحه، ولكن انت ممكن تكون بتجزأ. انت بتشتغل شويه بايدك، بتبص على ريبورتس، بتجيب الارقام الكبيره قوي، وانت اللي بتلينك الدوتس توجذر. وفي حاجه بقى طبعا بدخول الارتفيشال انتليجنس جنريتيف موديل اسمه بريبلكسيتي. وبريبلكسيتي بيدي ارقام كويسه جدا في حته الريبورتس والديتا
وبيعتمد على الارقام فعلا بتكون كريديبل الى حد ما يعني. حلو قوي. طيب هسألك بقى سؤال، بما ان دلوقتي يعني في وجود برامج كتيرة ليها علاقة بالستارت ابس بقت مشهورة قوي، فده ميزة وعيب. ميزة ان في ناس ابتدت تشوف انه في امل ان هيجيلنا انفستور يبقى معانا وهيبقى موجود معانا، وفي العيب التاني انه ممكن الانفستور ما يكونش مناسب للستارت اب بتاعتك. فمن خبرتي يعني البسيطة في الستارت ابس، يعني لما دخلت العالم عرفت انه في ناس هم فاهمين في الاندستري بتاعتك، في ناس عندهم نتوركينج، في ناس عندهم فلوس. فقولي كده، لو انا كستارت اب ازاي احدد ان انا الديل ده بالنسبه الفلانيه هيكون مناسب ليا، او الديل ده لا مش مناسب ليا، او الديل ده مناسب ليا بس لما اكبر شويه. فايه الحاجات اللي ممكن احدد على اساسها الموضوع ده؟ ماشي. حاجه مهمه جدا في اي انفستمنت ثيسز بالنسبه لاي شركه ناشئه بتكون قايمه على محورين مهمين جدا، المحور التكنيكال والمحور الاستراتيجيك. ماشي. المحور التكنيكال هي الارقام، انه لو انت حاسب ارقامك كويس في حته البيرن ريت، انت بتحرق موارد على ايه بالظبط، ومحتاج شويه زقه في الاتجاه ده علشان تعرف تستحوذ على عملاء اكتر. واحنا اتكلمنا على نظريه الاستحواذ، واللي انت محتاج ان انت تكون بتستحوذ باقل رقم، وده الكاستمر اكوزيشن كوست او الكاك. فغير ان انت بتحرق الموارد بتاعتك في مكان معين ومحتاج دلوقتي ضخ فلوس في اتجاه معين عشان تعرف تكبر، فدي الجزئيه التكنيكال واللي فيها بقى ان انت عامل فوركاست، انت بنيت الفاينانشال موديل بتاعك، عندك داتا روم، ورقك متسيستف كويس، وعرفت ان انت توصل للمرحله دي. فدي جزئيه تكنيكال وبتقدر تثبت منها ان البيزنس موديل بتاعك ده هيبقى مربح وهيعرف يسكيل وهتعرف تكبر. الجزء الاستراتيجيك هو الجزء مهم قوي، هو هل المستثمر اللي داخل معاك ايا كان هو مين، ممكن يكون انجل، ممكن يكون في سي، يعني على حسب المانديت بتاع المنظمه الصغيره او الشخص ده، هل هو بيشير نفس الفاليوز بتاعتك ولا لا؟ هل هو مقتنع بالفيجن اللي انت عايز توصل لها؟ هل هو عايز يساعدك ان انت توصل لها، ولا هو مجرد عايز يحط برسنتج وعايز ياخد ايكويتي وعايز يكزت في اقرب وقت ممكن؟ ده هيفرق، وهيفرق كتيره جدا بالنسبه لاي فاوندر، علشان في ناس بتبقى عايزه توصل الشركه لمرحله معينه من الربحيه وبعد كده تكزت منها وتبني حاجه تانية، تبني حاجه ثالثه. وفي ناس بتبقى عايزه توصل الشركه انها تكون امبراطوريه، عايزه تبقى يونيكورن، عايزه تبقى شركه بتعرف انها تاخد شير من الماركت بنسبه ل 60-70% في اسواق مختلفه. فان المستثمر يكون بيشارك الفيجن بتاعتك، وان هو كمان بيكون عايز يزقك، عايز يديك مش بس فند، عايز يديك ريسورسز، عايز يجايد يو، عايز يمنتور يو، عايز يديك وات ايفر اللي انت محتاجه علشان تكبر. ده اللي بيخلي الموضوع في الاخر يبقى ناجح. فعشان كده اختيارك لاي مستثمر لازم يكون جاي من حته استراتيجيك شويه، على هو المستثمر ده هيديني ايه بس غير الفندز اللي هو هيديني. تحفه. طيب اخر سؤال، هو سؤال يربط ما بين الستارت ابس والكونتنت كرييشن. في كده برضو كذا بروجرام بقيت اشوف فيه بيجيبوا انفلونسرز عندهم مليونز مثلا اوف فولورز، دول عاملين مثلا تشيكن سناكس مش عارفه ايه، عاملين الايس كريم بطعم التشيري بيريز اللي عامله ازاي، بايتس وحاجات كده. فكله حاجات تحس ان هو طب ما عادي يعني، مش فكره جديده يعني. بس هي الفكره انه هل انا كستارت اب اونر، هل انا عندي الوقت ان انا اشوف الانفسترز واتشيك اللينكد ان بتاعتهم واعمل بيرسونال براندنج لنفسي واشوف الايفنتس واحضر حاجات واحضر انكيوبيشن واكسلريتورز واعمل بيتش ديك؟ هلحق اعيش امتى يعني؟ هلحق اعيش امتى بجد بعد كل ده؟ هلحق اعيش امتى؟ انا يعني في اوقات كده انا بحس انه احنا في دايره ما بتخلص. يعني اتليست انت حتى لو انت في شركه فانت ممكن تستقيل، تقدم استقالتك الصبح بس وانت ستارت اب فاوندر انت ممكن تعمل كده، بس القرار بيبقى طبعا اصعب. لا، ومش هتعرف تعمل كده في اي وقت. انت بالزبط. لازم علشان توقف حاجه انت لازم تاخد وقت علشان تعرف تخرج منها ازاي. فهو اكشلي اكزيتنج ستارت اب ان ان ايرلي ستيج دي حاجه من اصعب الحاجات، علشان انت لازم تكون بتقفل باستراتيجيه معينه زي بالظبط ما بتكمل باستراتيجيه معينه. فهل شايف انه وجودك الاونلاين، انت من ال9 راوندز اللي شفتهم، حسيت انه ممكن يكون في حد او بالنتورك بتاعته مش هقولها بالصيغه دي بس يعني ممكن يكون عنده بريفليج عن حد تاني؟
هي دي بس السؤال، هو سؤال ليه كذا جزء بصراحه. في حاجه انا اتعلمتها مهمه جدا من نادر اسكندر، هو واحد من المنتورز بتوعي انا، كوفاوندر بتاع شفاء وكوفاوندر كوفاوندر او 7 ثيرابي. ويعني كنا قاعدين كده في قاعده بتاعت منتورشيب ومعانا فاوندرز وكده، قال لنا من اهم الحاجات ان هو شافها في حياته كلها حته البلوكات. ان انت لما تبقى بتعمل حاجه في يومك، انت لازم تكون محدد لها بلوك معين، والحاجه دي هي اللي انت بتفوكس عليها بس، والحاجه دي هي اللي انت مديها وقتك ومديها مجهودك عشان تعرف تستفيد بيها اكبر استفاده. فنرجع تاني لحته كونتنت كريشن وسوشيال ميديا. لو احنا بنتكلم فيها من حته يعني ان الشخص عايز يكون ليه بيرسونال براند وبيرسونال امباكت، في المراحل المبكره ما بتكونش حاجه مهمه قوي، علشان في المراحل المبكره بتكون قاعد مع العملاء اكتر، وبتقعد مع العملاء اكتر عشان تعرف تفاليديت الفاليو من ورا المنتج بتاعك هيتباع ولا لا. في وجودك على السوشيال ميديا بتكون حاجه تريكي، يعني ما انت لازم تكون بتحرق في حاجه زي ما قلنا بتجيب لك ريتيرن اون انفستمنت. الانفستمنت بتاعك ده من وقتك من مجهودك، فهل في ريتيرن ولا لا؟ فلازم تكون في المراحل البدري قوي بتشوف انت بتحرق فين وبتحرق فين. ممكن تكون بتنزل ايفنتس ومش بتستفيد، يبقى انت وجودك في الايفنتس دي مش مهمه دلوقتي. لازم تكون تاني في السوق بتحاول تشتغل، بتحاول ان انت تبني حاجه بايدك. فانت بتودي الانرجي بتاعتك فين، وبتحط البلوكات اللي بنقول عليها دي بتحطها في انهي اتجاه بالظبط. فدي حاجه مهمه جدا كتايم مانجمنت في حياه اي حد حتى لو مش فاوندر، انه انت النهارده مدي لي ايه. وحتى مش لازم النهارده ده يكون كله في للبزنس، بس انت حاطط بلوك كبير قوي انت قاعد بتشتغل فيه، وبعد كده من البلوك التاني ده انا هعمل حاجه مختلفه تماما. بس لو هنتكلم بقى على الورك لايف بالانس وهنتكلم على الحاجات البيرسونال اسبيكت اوف اي بزنس اونر يعني. بالظبط. برضو هسألك سؤال، هل لو انا انفلونسر واوريدي عندي مليونز اوف فولورز، بشوف ناس كتيره قوي يا جماعه تفتكروا انا هعمل ايه؟ انا هعمل بيرسونال براند بتاعي واطلع اي كوميرس ولوكال براندز يعني لوكال براندز. فده اللي بيحصل العكس، ان هو بينفست برضه في وقته طبعا، ده يعني بينفست هو قاعد طول النهار على السوشيال ميديا بهدف انه لما يجي يعمل بيرسونال براندنج بتاعه يطلع حاجه. فشايف ان ده برضو بيأكسلريت البروسيس. لو بالعكس يعني بدل ما اطلع فكره، لا يبقى عندي فولور فان بيز الاول وبعد كده اعمل العكس. يعني ده تكنيك واستراتيجي مختلفه تماما، علشان هو بالليترال سنس هي دي مش ستارت اب خالص. علشان دلوقتي حته اللوكال براند والفاست فاشن او الاي كوميرس مش بيقع في نطاق ان دي حاجه بتقدم فاليو جديده، فاليو مختلفه، مش بتحل مشكله ما. هو الماركت فيه ارقام ويقدر يستوعب كذا بلاير على حسب السيجمنت طبعا، علشان هو اللوكال براندز كلها اللي طالعه دلوقتي في السوق بتعتمد بشكل اكبر على البراندنج وعلى طريقه البيع، بس مور اور ليس احنا بنتارجت كذا سيجمنت وكلهم من نفس الايدج جروب ونفس البرايس رينج يعني. فزي ما انت قلتي هي معتمده بشكل كبير قوي ان انا عندي فولو شيب وعندي بيس كبيره، والفولو شيب دي ليتر اون عايزه اجرب. ما تشتري ايتم في الثانيه في الثالثه لو الموضوع عجبها بتكمل، ممكن يكون بس جاست ترند. علشان ان انت اكشلي ديبلوي ا لوكال براند دلوقتي الريسورسز مش هتكلفك كتير قوي. يعني حتى انا بشتغل مع شركه دلوقتي شباب شاطره جدا جدا اسمهم برينتلت، هم بيقدروا ان هم يديبلوي الايتمز بتاعت اي كوميرس براند في يومين. انا بخش على الويب سايت، بختار الايتمز اللي انا عايزها، بحط البراند وهم اللي بيطبعوا وهم اللي بيشيب للكاستمر، هم اللي بيعملوا كل حاجه. فهو ان انت تديبلوي نيو لوكال براند هي مش هتستخدم منك ريسورسز كتيره قوي، بس انت لازم تكون عارف انت بتكلم مين، وهل في سيجمنت معين هو اوريدي يعني لسه في مساحه ان انت تبيع له، وهتبيع بكام. علشان الحته دي تريكي شويه في حته سوق الفاشن في مصر حاليا يعني. حلو قوي. طيب سيف انا خلصت اسئلتي يعني لحد دلوقتي يعني ان شاء الله في حلقه تانية خليك تسالني. انا اللي هقعد على الكرسي ده. مبسوطه ان احنا دخلنا ان ديبس قوي في الموضوع، لانه احنا اوريدي كان عندنا حلقه تانية، بس الحلقه دي للستارت ابس اللي اوريدي يعني في الماركت بقى لهم فتره فعايزين يسكيلوا او يروحوا ماركتس جديده.
فشكرا ان انت قلت لنا المعلومات الحلوه دي. وطبعا انا متاكده ان انت لو اي حد هيعوزك طبعا هتكون موجود كمنتورشيب. انا فعلا موجود على ماي اون، حتى ماي اون سوشيال ميديا كده، تشانل صغنونه اسمها بزنس سبيس، بديبلوي من خلالها كونتنت، موجود على لينكدين. اي حد بيدخل يكلمني وعايز فعلا 1 on 1 كده بس نقعد نحكي مع بعض، انا ام ذير اي وقت يعني. تحفه. شكرا يا سيف بجد. شكرا يا رندا جدا جدا. ان شاء الله هسأل ناس وهنيجي مره تانية ان شاء الله ان شاء الله. ثانك يو. شكرا جدا. ميرسي.